بعد شهر واحد فقط من إعلان الجزائر الرسمي وقف تصدير الغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا، وقعت الرباط عقدًا مع شركة بريطانية لاستغلال الخط في تصدير الغاز المغربي. كانت الجزائر قد أصدرت قرارًا رسميًا بعدم تجديد اتفاقية تصدير الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي المغربية، لتحسم الجدل الدائر منذ الإعلان عن قطع العلاقة الدبلوماسية بين البلدين منذ يونيو حزيران الماضي. مع انتهاء الاتفاق مع الجزائر، أصبح خط الأنابيب خاصًا بالرباط، إذ أنه بموجب الاتفاقية بعد انتهاء العقد يصبح الأنبوب ملكًا للدولة العابرة لأراضيها، وهو ما نجحت الرباط في استغلاله من خلال اتفاق مع شركة ساوند إنرجي البريطانية المتخصصة في استكشاف حقول النفط والغاز. ضمن سلسلة الصراع بين البلدين، حاولت الجزائر أن تضع شروطًا في اتفاقاتها مع إسبانيا المستورد الرئيس للغاز عبر خط أنابيب ميدغاز بعدم استخدام خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا في الاتجاه العكسي، إلا أن العقد الجديد بين الرباط والشركة البريطانية يعمل على استغلال الخط في تصدير الغاز المغربي باتجاه أوروبا.